ورجع لكم تاني بحلقة قوية جدا. بس قبل ما نبدأ يا جماعة، يا ريت نعمل لايك للفيديو عشان يوصل لأكبر عدد وندعم المحتوى اللي بنقدمه. احنا مكملين بسلسلة السباحة اللي بدأناها. ان شاء الله هننزل فيديوهات كتيرة جدا، هنفصل فيها كل حاجة تخص تدريب السباحة، من أول الإحماء لحد التكنيكات المتقدمة والتدريب. بداية الكلام، النهاردة هنتكلم على موضوع مهم جدا. موضوع ناس كتيرة بتعتبره حاجة سهلة أو بيستسهلوها، وهو التسخين الأرضي أو الدراي لاند. أو بيقولوا عليه بنقول عليه الورم أب قبل ما بننزل المية. في ناس فاكرة إن التسخين الأرضي مجرد كام حركة بنعملها كده وخلاص، لكن الحقيقة لا، الموضوع أكبر من كده بكتير. التسخين الأرضي ده هو اللي بيحدد شكل تمرينك من أول دقيقة لآخر دقيقة. آه، كلمة تسخين أرضي أو دراي لاند معناها ببساطة إن السباح لازم يعمل شوية حركات معينة. يعني احنا حاولنا نلم لكم بعض الحركات اللي بتتعمل سواء على حمام السباحة، أو في المنزل، أو مثلا في الطريق اللي بيوصلك لحمام السباحة. هو الدراي لاند يعني هو بيتعمل قبل ممارسة أي نشاط رياضي، بس احنا دلوقتي بنتكلم فيما يخص السباحة. السباح لازم يعمل شوية حركات معينة على الأرض قبل ما ينزل المية. ايه الفكرة منها؟ الفكرة ان الجسم وانا واقف على الارض اسهل اني اتحكم فيه. افتح مفاصلي، ازود مرونة المفاصل، انشط العضلات. وده بيفرق جدا لما اروح ادخل المية وابدأ اشتغل. اهمية كبيرة، وده اللي الناس كتيرة مش فاهمين. رقم واحد، يعني احنا هنتكلم على كذا ميزة، هم 5 ميزات. طبعا هو اكتر من كده، بس انا حاولت اختصر لكم الكلام شوية. رقم واحد، احنا بنجهز المفاصل. السباحة فيها نطاق حركة كبير. الكتف بيشتغل دوران كامل، الرجل بترمي فوق وتحت المية. لو المفصل مش جاهز، ده ممكن يأثر علينا بالسلب ويجيب لنا إصابة. هيبدأ يوجعنا بعد 10 دقايق من التمرين. رقم اتنين، احنا بنرفع حرارة العضلات تدريجيا. مفيش عضلة بتحب تتصدم، يعني ما يحصل لهاش حركة فجائية، لازم تكون متهيئة للحركة أو للتمرين اللي هي هتبقى. علشان كده بيقول ان احنا عايزين نرفع من درجة حرارة العضلة اللي هي التسخين. لما تكون باردة وتبدأ تجري او تنزل مية فجأة، ده بيحصل فيها مشاكل كتيرة جدا، بيحصل شد عضلي، بيحصل تعب، وده بيسبب اصابات. احنا اتكلمنا قبل كده في فيديوهات ان وفرقنا ما بين الاصابات، ما بين الشد والتقلص والتمزق. وان شاء الله هبقى اعمل لكم حلقة برضو خاصة بيه، واجيب لكم فيديوهات تتفرجوا عنها. رقم 3، بيزود مرونة التكنيك. يعني ايه؟ يعني وانا بضرب مثلا بدراعي في الفري ستايل او في الباك، بقدر ازود المدى الحركة. بحرك جسمي صح. كل ده بيخلي شكل السباحة احسن، وطريقة التدريب افضل، والعضلة بيكون الشغل ليها مفيد بكتير. رقم 4، وده مهم جدا، ان هو بيقلل الاصابة بنسبة كبيرة جدا، وخاصة التهاب المفاصل، لان هي اشهر انواع الاصابات. رقم 5، بيحطك في مود التمرين نفسه. يعني بتبدأ بقى ان انت تهيئ نفسك. اول 5 دقايق قبل التمرين بتبقى لسه انت ما شدتش خالص، احسن حاجة. بعد كده بتبدأ تدخل في مود التمرين. في سؤال بقى مهم جدا: ليه التسخين الارضي مهم للسباح اكتر من اي رياضة تاني؟ احنا مش رياضة رجل بس ولا رياضة دراعات بس، احنا بنستخدم الجسم كله من اول صوابع الرجل لحد صوابع الايد. فلو جزء واحد في السلسلة دي مش جاهز، التمرين كله بيتلخبط. النفس بيتكتم، بيبقى فيه وجع في الظهر، بيبدأ يظهر وجع في الأرجل أو في الأكتاف، وده طبعا بيأثر علينا بالسلب. أنواع بقى التسخين اللي هي الاسترتشات الديناميكية، أو مثلا الدراي لاند ستريتشنج، أو الدايناميك دراي لاند ستريتشنج. دي بنعملها قبل التمرين، حركات فيها يعني دريلات أو تمرينات فيها حركات مش ثبات، زي احنا مثلا بنلف الدراع لقدام أو بنلف الدراع لورا، بنلف الدراعين مع بعض لقدام، بنلف الدراعين اللي مع بعض لورا. فتح وقفل الرجلين، فتح وقفل الرجلين مع الدراعات. الجامبات، تهيئة مفصل الحوض، تهيئة العمود الفقري. فكل الحاجات دي بتزود مرونة الحركة، وبتخلينا مستعدين أكتر للتمرين. في حركات تنشيطية خفيفة بنعملها برضو، بنسميها وورم اب اكتيفيشن. دي زي سكوات خفيف، بلانك. الحاجات دي كلها بتساعدنا ان احنا
نبدأ نخش في جو التمرين. البلانكات، شد خفيف للعضلات، جري خفيف في المكان، تفعيل عضلات الكتف والحوض، الحاجات دي بتخلي جسمك صاحي ومش نايم. احنا ممكن نعمل التسخين ده فين؟ الموضوع مش محتاج ولا معدات ولا محتاج مكان ولا محتاج اي حاجة. انت مجرد بس زي ما انا عارض قال لكم في الفيديو ان انت محتاج مكان على قد وقفتك، يعني نص متر في نص متر، تقف تعمل الاسترتشات دي فيها. ولا محتاج مثلا مكان فخم، ولا محتاج مثلا يعني ادوات، ولا محتاج مساحة كبيرة. ممكن تعمله في البيت قبل ما تروح التمرين اصلا ب5 دقايق. يعني ما لو مثلا محرج او فيها حمام السباحة الوضع مش مريح بالنسبة لك، فممكن تعمله في البيت 5 دقايق استرتشات لجميع العضلات والاوتار. وبالاخص يعني الحاجة الوحيدة اللي انا بوصي بيها او يعني بهتم بيها هي ان احنا نعمل استرتشات للاكتاف. دي مهمة جدا عشان نتجنب الاصابات. ممكن تعمله عند حمام السباحة قبل ما تنزل مية ب5 دقايق لو الوضع يسمح بده. بس الفكرة ان انت ما تخليش جسمك يصطدم بالمية او يصطدم بحركات فجائية وانت لسه ما عملتش تسخين للعضلات دي. ايه الهدف من التسخين؟ الهدف من التسخين ان جسمك يدخل في التمرين وهو جاهز 100% ان هو يبدأ يشتغل. مش داخل تايه مثلا او داخل اتفاجئت، لا ده انت بتبقى فاهم ان اول 10 دقايق دول مش صدمة، دول استمرار اللي انت عملته بره المية. هنتكلم ممكن من الجانب العلمي او من الناحية العلمية بقى. التسخين بيزود ضخ الدم للعضلة، ده رقم 1، ده مهم جدا. يعني انت زي ما اتفقنا ان احنا بنهيئ العضلة وفي نفس الوقت ده بيخلينا نبقى جاهزين للتمرين. بيرفع حرارة الأنسجة، بيرفع حرارة الجسم، بيخلي الجسم جاهز للتمرين، بيخلي الأعصاب أسرع في الاستجابة، بيقلل لزوجة العضلات، يعني بتبقى مرنة أكتر، لسه يعني راح منها حالة التيبس، بيزود كفاءة النفس أثناء التمرين، بيحسن تكنيك المفاصل، يعني بيخلي المفاصل عندك برضو نفس الكلام جاهز. ليه بنشوف سباحين عالمين بيقعدوا يسخنوا ساعة قبل التمرين؟ لأنهم فاهمين إن 10 دقايق بره بتوفر عليهم إصابة 6 شهور على الأقل. لأن الإصابة لما بتيجي أنت برضو علشان تتجنب الإصابة لازم تتعب نفسك شوية قبل التمرين. أقل إصابة علشان تتعافى منها وتبدأ تعمل ريكفري كويس بعد الإصابة والإصابة دي ما ترجعلكش تاني، أنت محتاج 6 شهور علاج. يعني ال6 شهور دول يبقوا شاملين لا قدر الله، يعني شاملين العلاج، شاملين الريكفري بتاعك. فده اللي انا بقوله، ان احنا لازم نسخن وده يبقى جزء اساسي من التمرين. نموذج بسيط لروتين مثلا تسخين ارضي من 5 ل7 دقايق، وده باين عندكم في الفيديوهات طبعا. دي يعني جزء من التمرينات او الاسترتشات اللي هي الورم اب، التسخين قبل التمرين. بيبقى مثلا هنقول 30 ثانية بنلف دراعنا، 30 ثانية بنفتح رجلينا ونقفلها، 30 ثانية سكوات، 20 ثانية مثلا جري خفيف في المكان، 30 ثانية بلانك، 10 لفات للكتف يمين قدام، 10 لفات للكتف شمال. برضو بنساعد ان احنا 10 لفات لحوض الجسم. حابب اقول برضو ان تسخين الارض يا جماعة مش رفاهية ولا حركات بنأديها وبنسكت نفسنا وخلاص. ادائك بيفرق لما بتسخن بشكل غير عادي. يعني لما تبدأ تسخن قبل ما تنزل المية، او جرب قبل ما تنزل المية بتسخن، شوف ادائك وانزل في مرة من غير تسخين. يعني انا اوعدك ان عمرك ما يعني هتنسى التسخين ده، لان انت فعلا هتلتمس فيه يعني النتيجة بتبقى هايلة جدا. طيب الفيديو لو عجبكم او مثلا حاسين ان هو مفيد ووصلت معايا لنهاية الفيديو، شايف ان فعلا احنا بنقدم محتوى جيد، طبعا بيبقى دافع كبير لينا جدا ان احنا الناس تشجعنا وناخد اللايك الجميل ونعمل سبسكرايب للقناة ونشير الفيديو على قد ما نقدر، لانه بيوصل لعدد برضو بيبقى احنا سبب في ان احنا بنفيد ناس في المواضيع دي. تمام. فانا عايز اوصي بالتسخين الارضي، هام جدا جدا جدا.
الدريلات اللي بتتعمل احنا ممكن نجيبه دريلات من على النت. بنشتغل طبعا على الجزء العلوي اولا. بنشتغل بعد كده على منطقة الحوض. بعد كده بنشتغل على الارجل. بعد كده بنبدأ ان احنا ندمج كل الاسترتشات دي مع بعض، زي مثلا فتح الرجل مع فتح الدراعات، جانبي او امامي. يفضل برضو ان احنا مثلا لو المسبح بعيد عن البيت عننا، يعني مثلا ما بيننا وما بينه 10 دقايق، يا ريت لو يعني نتمشى الحتة دي برضو هتفرق معانا كويس جدا. فكل اللي انا بطلبه منكم ان اللي بيحب الرياضة وبالاخص السباحة قبل ما ينزل المية او قبل ما يبدأ التمرين بتاعه لازم لازم يعمل تسخين واسترتشات للاوتار واسترتشات للعضلات وتسخين للجسم، وورم اب للجسم كامل. وبعد كده يبدأ يأدي المهارات المطلوبة منه او يبدأ يأدي التمرينة بتاعته تجنبا للإصابة. حابب اشكركم، وان شاء الله اشوفكم في حلقة جديدة برضه هنتكلم فيها عن يعني حاجات كتيرة او مواضيع تتعلق برياضة السباحة. اشوفكم على خير.